السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. كنتمنى يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اقتراح للكوتي ساهل ماهل، كيوجد في 10 دقائق، بيضة وحدة وبدون اختمار، وكيجي اكثر من لذيذ. فتابعوا معايا الفيديو للاخير وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. اول شيء وضعت بيضة بحجم متوسط في بول، زدت عليها رشة ديال الملح ونص كاس سكر سنيدة او سكر حبيبات، وبديت كنخلطهم بالخلاط اليدوي حتى كينسجم ليا هذاك السكر مع هذيك الحبه ديال البيض، وكيولي عندي واحد الخليط اللي منسجم وكيفتح اللون ديالو، كيولي اللون ديالو مفتوح. كنعرفوا ان هذاك البيض انسجم مزيان مع السكر، وكنسم بكيس سكر بنكهه الفانيلا. تقدروا كذلك تستعملوا الفانيلا السائله، وكندمج مزيان مزيان بهذا الشكل هذا حتى كيولي عندي واحد الخليط اللي كريمي بهذا الشكل. مباشرة غادي نزيد نص كاس ديال زيت نباتية او زيت المائدة، وغادي نخلط هذا الخليط مزيان مزيان حتى غادي ينسجموا لي هاد العناصر كاملين بهذا الشكل. ضروري نتاكدوا اننا خلطنا هاد العناصر جيدا جيدا باش كتنجح لنا الوصفه ديالنا. ومباشره كنزيد دقيق الحلويات او الدقيق الابيض تدريجيا على حسب الخليط حتى كنحصل على واحد العجينه اللي لينه. وضروري ما نغربلو هاد الدقيق باش نتاكدوا انه ما فيهش اي شوائب او اي تكتلات او كويرات. وكندمج مبدئيا فقط بالخلاط اليدوي حتى كندمج هاد الخليط. وغادي نزيد كيس خميرة الحلويات من وزن 8 غرام في المرحلة الأولى باش كتنسجم لينا هاد الخميرة جيدا جيدا وسط هذا الخليط بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نحيد الخلاط اليدوي وغادي نكمل العجين بيديا حتى كنحصل على واحد العجينة اللي لينة. وكنزيد الكمية ديال الدقيق اللي تبقات ليا، وغادي نعجن فقط باليدين باش كنتحكموا في هذه العجينه وكنشوفوا القوام المناسب اللي بغينا. خاصنا نحصلوا على واحد العجينه اللي تكون لينه، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه. صافي وكنبدا كندخلوا هذاك الدقيق تدريجيا باش ما كنقصحوهاش، وكنحاولوا نجمعوا هذوك الجوانب جيدا جيدا حتى كنحصلوا على واحد العجينه كما تلاحظوا معايا. والعجينه بعد ما جمعتها كتجي بهذا الشكل هذا. ضروري نحصلوا على القوام بهذا الشكل هذا كما تشوفوا معايا، عجينه اللي لينه ورطبه. هنا مباشره غادي نزيد عليها حبيبات الشكلاط او بيبي شوكولا اللي كنستعملوهم في الكوكيز، واحد الكميه ديال نصف كاس بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نزيدهم وغادي نحاول انني ندخلهم في هذيك العجينه اللي كما تشوفوا معايا لينه ورطبه. وبالنسبه لهذوك الحبيبات الشكلاط فخليتهم في المجمد باش ما كيذوبوش لينا مع الحراره ديال اليدين. مباشره من المجمد كنزيدهم لهاد العجينه هذه وكندمجها بهذا الشكل هذا بحيث كيتوزع ليا هذوك الحبيبات ديال الشكلاط على هاد العجينه كامله وكيدخلوا وسطها بهذا الشكل هذا. صافي وكتكون هذه العجينه ديالنا صبحات جاهزه. مباشره غادي ناخذ مقله ثقيله ديال المسمن او لا اي مول او لاطه كتدخل الفران. فقط بالنسبه لهاد الوصفات كيعجبني نطيبهم في المقله الثقيله لانهم كيطيبوا على خاطرهم وكيجيو زوينين. ممكن تستعملوا اي مول عندكم كيصدقوا لكم فيه الحلويات. صافي وغادي ندهنها بشويه ديال الزبده. غادي نحاول انني ندهنها كامله لان الوصفه ديالنا كيتضاعف الحجم ديالها في الفران. صافي هنا بعد ما دهنتها غادي ناخذ هذيك العجينه اللي دخلت فيها الحبيبات ديال الشكلاط بهذا الشكل وغادي نحاول نسرحها. كيف سبق وذكرت في هذه الوصفه او هذا الكوكيز بحجم كبير كيتضاعف الحجم ديالها في الفران. ضروري نديروها في شي لاطه او شي حاجه اللي يكون الحجم ديالها كبير. بالنسبه للقطر ديال هذه المقله فهو 36 سنتيمتر. وكما تلاحظوا معايا فانا سرحت هذه العجينه اللي فيها فقط 20 سنتيمتر. غادي تضاعف الحجم ديالها وكيكبر الحجم ديالها، يعني غادي تولي على القد ديال هذه المقله كامله. فضروري نوضعوها في شي لاطه اللي تكون كبيره
صافي كنحاول نبسطها ونسرحها بهذا الشكل هذا. كما تشوفوا معايا السمك ديالها ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ، بهذا الشكل هذا كما تلاحظوا معايا في الصوره. صافي بعد ما سرحتها بهذا الشكل غادي ندخلها الفران، والعافيه تكون غير من تحت درجه الحراره 180 حتى ل 200، لان المقله ثقيله فراه كطيب على خطرها. صافي حتى كبدا يطلع ليها الحموره عاد كنشعلوا عليها من الفوق باش كتحمر من الفوق. وكيجي هذا هو الشكل ديال الكوكيز ديالنا بحجم كبير او بحجم عملاق. كنحضروه دفعه واحده، يعني بلا ما نبقاو نشكلوا في كويرات صغيورين ديال الكوكيز، فكنحضروه بطريقه اللي كبير وعائلي. كيجي رائع جدا وسهل التحضير، وكيجي مقرمش قرمشه اللي رائعه جدا. ومباشره بعد ما كنخرجوه من الفران فخصنا نقطعوه باش ما كيتهرش لينا، لانه كيكون مقرمش. فبالنسبه لي انا تعطلت باش نقطعه، لان بقيت كنقاد الاضاءه مع التصوير فتعطلت واحد شويه. كما تشوفوا معايا كيبقى كيتهرس. نتوما مباشره كي تخرجوه من الفران خاصكم تقطعوه باش كيجيكم مقطع مقاد بلا ما يتهرس ليكم. وكما تشوفوا معايا الشكل ديالو كيجي اروع من رائع، كيجي لذيذ وكيجي مقرمش كما تشوفوا معايا، وكيجي كيذوب في الفم وكيجي لذيذ جدا. كما تشوفوا معايا بيضه واحده عطاتنا كوكيزه عملاقه بحجم 36 سنتيمتر تكفي العائله كلها. نحضروها للفطور ولا الكوتي ولا حتى يديوه الدراري معاهم المدرسه. كيجي اكثر من رائع، كيجي لذيذ. كنتمنى انكم تجربوه بهالطريقه هذه لانه غادي ينال اعجابكم. كنتمنى وصفه اليوم تكون عجباتكم ويكون الفيديو عجبكم. وما تبخلوش عليا بلايك، تعليق، اشتراك الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، بارطاج مع العائله والاصدقاء اللي تعم الفائده. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. خليتكم على خير، شكرا للمشاهده والى اللقاء.